شكرا. وبعد نريد نعرف شنو أهمية هذا المؤتمر وليش اختاريتوا السليمانية؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجتمعون اليوم في هذا الحدث العلمي المتميز ومن أرض محافظة سليمانية. الحقيقة نحن سعداء جدا بتواجدنا بين أهلنا وأخواننا في محافظة سليمانية وعلى هذه الاستضافة وحفاوة الاستقبال، فشكرا من القلب لأهالي سليمانية اللطفاء الكرماء، وشكرا لجامعة التقنية السليمانية على الاستضافة. الحقيقة موضوع المؤتمر تعتبر من المواضيع المهمة جدا، ألا وهو موضوع الطاقات المتجددة. العالم بأجمعه يعاني من كارثة قريبة جدا، ألا وهي الكارثة البيئية للمتغيرات المناخية، وإيجاد الحلول حول استخدام الطاقة البديلة عن الطاقة الكهربائية واستخدام طاقات الرياح والطاقات الشمسية. فلهذا ارتأينا أن نركز على هذا الموضوع، موضوع الطاقات المتجددة، بالتعاون وشراكات دولية وبباحثين من كل دول العالم شاركوا بأوراق بحثية، وإن شاء الله من المؤمل أن تنشر هذه البحوث في المستوعبات الرصينة. الغاية من إقامة المؤتمرات مثل ما تفضلتي جنابك الكريم على أرض سليمانية تحديدا مد جسور التعاون الحقيقة بين الباحثين وتشكيل فرق بحثية من كل المحافظات العراقية. فكما تعلمون بأن كل محافظة لها خصوصيتها، لها معاناتها في عدة مجالات، فمن يتكاتف العلم ويوحد هذه الجهود إن شاء الله سوف نصل إلى نتيجة كبيرة جدا تخدم ليس فقط الإقليم وإنما يخدم العراق بشكل عام. فنتأمل إن شاء الله من باحثينا الكرام أن نخرج بتوصيات مثمرة من هذا المؤتمر ومن نتاجاتهم البحثية، لتكون النواة واللبنة الأساسية نحو التغيير، وأن يأخذوا صناع القرار. فأنا سعيدة جدا بما سمعت من السيد محافظ السليمانية على المبادرات التي بدأت وانطلقت من محافظة سليمانية في مجال الطاقات البديلة والطاقات النظيفة.